قرار تاريخي لمحمد الشناوي قبل لقاء غزل المحلة واستبعاد المهاري لأسباب فنية. يواصل النادي الأهلي تحت قيادة الأسباني خوسيه ريبيرو التحضير لخوض مواجهة غزل المحلة التي من المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل. محمد الشناوي يطلب حماية عرين الأهلي في مباراتي المحلة وبيراميدز. عرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي خدماته على الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو المشاركة في لقاء غزل المحلة. وطلب محمد الشناوي خوض المواجهة القادمة ضد فريق غزل المحلة في بطولة الدوري المصري أو على الأقل التواجد تحت تصرف الأسباني خوسيه ريفيرو ودخول قائمة اللقاء. ويسعى محمد الشناوي للوصول إلى أفضل فورمة فنية وبدنية في الوقت الحالي بالتزامن مع ترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر مشاركته لحسم موقف الحارس الأساسي للفراعنة من مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريفيرو الحارس الأساسي للنادي الأهلي في الساعات المقبلة. وكان مصطفى شوبير قد شارك في التشكيل الأساسي خلال مباراتي مودرن سبورت وفاركو وتواجد محمد الشناوي على دكة البدلاء. وتعتبر العلاقة أكثر من مميزة على المستوى الشخصي بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، وذلك رغم المنافسة الشرسة في التدريبات واستبعاد أحمد عبد القادر من لقاء غزل المحلة لأسباب فنية. تدريبات الأهلي ريبيرو يعقد محاضرة للاعبين وظهور الشناوي استعدادا لمباراة غزل المحلة. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادا لخوض مباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. عقد الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة. أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة ضمن البرنامج التدريبي، فيما خاض حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحة تدريبات عديدة قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعات تدريبية تخصيصية متنوعة في إطار الاستعداد للمباراة. أغلق محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي أحزانه بسبب وفاة والده الثلاثاء الماضي في حادث أليم. وظهر قائد المائرد الأحمر صباح اليوم الجمعة في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة غزل المحلة. وحرص حارس مرمى الأهلي على أداء مران منفرد مساء أمس الخميس على ملعب التتش للحفاظ على لياقته البدنية رغم حصوله على إجازة من الجهاز الفني للفريق بسبب وفاة والده وإقامة العزاء في مسقط رأسه مدينة الحمول بمحافظة كفر الشيخ. يستعد فريق الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء يوم الاثنين في استاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري. ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته في 10:30 صباحا غدا السبت، ثم يغادر مساء الأحد للمبيت في المنصورة أو كفر الشيخ قبل مواجهة المحلة يوم الاثنين على ملعب الغزل ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. خالد الغندور ينتقد بشدة تصرف إدارة الأهلي بشأن صفقة الزمالك. أبدى الإعلامي خالد الغندور نجم الكرة المصرية السابق تعجبه الشديد من تصرف مجلس إدارة النادي الأهلي. وقال خالد الغندور في فيديو نشره عبر حسابه على الفيسبوك: حتى الآن موقف أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي غير واضح. وأضاف: النادي الأهلي قرر بقاء أحمد عبد القادر ضمن صفوفه، كما قرر منحه مقدم التعاقد بقيمة 2 مليون جنيه، وفي نفس الوقت قرر استبعاده من المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات. وكان خالد غندور قد كشف في وقت سابق عن وجود اتفاق بين الزمالك مع أحمد عبد القادر على خطوة ضمه حال رحيله عن صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينجح الفارس الأبيض في ضم صفقات من خارج الدوري المصري بالتعاقد مع إخوان ألفينا وشيكو بنزا.